مثلا اصابه الشلل الدماغي او السكته الدماغيه، الاصابه دي اعراضها ايه؟ المريض بيعاني من ايه واحنا بنساعده ازاي؟ بص يا سيدي، احنا عندنا كده حاجتين. اول حاجه الاعراض اللي انت تعرف اصلا انك جات لك جلطه بيها فتتحرك بسرعه، ودي الله اهم اكبر. اصلا من اي حاجه، حلو يعني اهم قوي. من اي حاجه. في شويه اعراض كده لو ظهرت لازم حضرتك تروح على الطوارئ بسرعه. اول حاجه لو بدا يظهر تنميل في الوش، خصوصا لو واخد نص الوش، تمام. تاني حاجه ان يكون في تقل في اللسان، حصل في تقل في اللسان وتلعثم كده والكلام ده كله. تالت حاجه ان انت بتاكل مثلا لقيت ان الاكل بيسقط منك في الجنب كده من غير اه سبب ليه، اه اه. تمام. رابع حاجه رابع حاجه. التنميل في الجنب كله بقى، سواء اه الايد والرجل، اه. تنميل واخد نص كامل ومش مبرر، امم. تنميل كده مره واحده جه، تمام. الحاجات دي كلها لازم ان انت تجري في اسرع وقت، لان المفروض يعني الجزء يعني السكور بتاعه العالمي يتكلم في 4 ساعات ونص عشان تاخد الحقن المذيبه للجلطه. فانت لازم تجري بقى على اي طوارئ، تعمل اشعاعاتك وكل حاجتك. لو اثبتوا ان انت موجود فيك جلطه وخد حقن المذيبه للجلطه، خلاص انت نسبه تعافيك اصلا ممكن تعدي 80%. الله خلصنا اكبر. كده الدنيا صحيح تمام. صحيح. هيبقى باقي شويه حاجات بسيطه بقى، يلا بينا ندخل على ايه العلاج الطبيعي يظبط لك الحاجات دي. كويس طب قوي. لو ما اتلحقتش بقى، لو ما اتلحقت. هيبقى بقى حاجات كتيره، ويلا بينا على العلاج الطبيعي بقى. مم. مم. تمام. تبدا بقى قصه العلاج الطبيعي معاك، تعمل لك فحص الاول من دكتور العلاج الطبيعي، يشوف ايه الجزء اللي ناقص عندك. طب ايه الاجزاء اللي بيخدم فيها العلاج